السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فالمهم سيروا الحساب يا اخوان مع تكبيسات لو سمحت. تكبيس مع تشير الحساب لنا. تدري يا سيف تراني فيني اكتمك عادي، بس انا مخلينك شي تهايط تحت مثل الجرو عادي. ثم قال ماذا؟ الجزائر أمانة بين ضلوعكم، الجزائر ثم الجزائر، عليكم بالجزائر. ضربوا تونس. ما لهم دخل جزائري، ما لهم دخل ويا المغاربة، هم من بدأ المشكلة. بس فاتحين لايفات اليوم يحاولون يخلطون بين تونس والمغرب. الجزائري ما بده يخلط مع أي دولة، بس هم كيف متأكد انت شايف انا اقول لك فاتحين لايفات وانت تقول لي الجزائر ما وده. هم من بدأوا المشكلة وحشروا أنفسهم خلاص. كانت علاقتنا وياهم كويسة، ليش تقدر تحشر نفسك ويا المغاربة؟ كيف انتم ودي اسال اي دوله عندكم علاقات جميله ويا في شمال افريقيا، انتم شوف مخربطين مع العالم. لا، علاقتنا كلها كويسة مع جميع الدول إلا المغرب. الا المغرب. وليش؟ شمال افريقيا كلها عادي الا ليش؟ اعرف منه ما عادي، يعني اعرف حتى المصريين ما يحبونكم، التوانسه والبريطانيين وغيرهم. المصريين يحبونا ونحبهم، اي المهم فرضا كلهم يحبونا. تمام اعرف تمام. الحمد لله علاقتنا كويسه. ليش مو مع المغرب؟ ليش مو مع المغرب؟ يعني كثير مشاكل من زمان. عطني مشكله من المشاكل انت شخصيا. اول شيء بعد استقلال الجزائر، يعني بعد ما استقلينا دخلوا علينا بالدبابات وما ادري شنو. ليش؟ ياخذون ارض. ليش؟ مالتهم ارض مالتنا. طبعا هي مو الصحراء الغربيه، اي ارض نتكلم عنها، اي ارض. الصحراء في الجزائر تندوف وبشار، يعني يبون ياخذونها. المغرب دخل. المغرب هو اللي كان يطالب باستقلالكم اساسا. لا ما كان يطالب، حنا ما نحرر تونس. لحظه راويك من الامم المتحده. الملك المغربي يطالب باستقلال. لا هذاك مجرد تمثيل. كلهم طالبوا باستقلال الجزائر، ما هو دعم. يلي دعم الجزائر يعني صدق وقف ويا الجزائر. عندك الملك سعود الله يرحمه، ولا المصريين شوي. بس في المتحف الفرنسي في حتى الجماجم حق التونسيين والمغاربه وايدين في المتحف اللي كانوا يعتبرونهم الجزائريين، كانوا يدافعون. المغرب كان يطرش شو اسمه المجاهدين يعني ايام الثوره الجزائريه، ولا لا؟ ايه كان فيهم بس مو كتير، يعني الاخرين شنو اسمهم الامازيغ حق المغرب. زين انت كشخص وش الاشكال اللي عندك مع المغرب كشخص؟ دقيقه. انا كشخص وش عندي اشكال مع المغرب؟ انا ما عندي مشكله. في ناس عاقله تفهم وفي ناس ما انت وش مشكلتك؟ ايش تقول الا المغرب؟ انت قلت الا المغرب، يعني وش مشكلتك انت شخصيا مع المغرب؟ ايه انا واحد يسب جدي يلي مات في سبيل الله، جدي وعمي، ما اعتبره هذا اخوه. يعني يمكن عنده حق في الرد مثلا. بس ما تشمت في ميت. وش اسمه سب اللي يقول يسبون الشهداء. عطني كلمه، عطني مصطلح يقولون، مصطلح. وروح جيب جماجمك ما ادري شو من فرنسا. هاي مو مسبه. الشهداء ويسب عبد القادر. هاي مو مسبه. ايه مسبه هيك. مو مسبه. روح كم مره شفتهم. فرنسا هي اللي بدت الموضوع مو المغرب. كم مره شو. وانا جماجمي انا اتكلم عنهم جماجم. حنا على الاقل عندنا جماجم. بالعكس هذه نصيحه، هذه اكرام الميت. لا اسمع انا جماج من هذه الجماجم كل مره تسترجعهم الجزائر تدفنهم في الجزائر. بس قول انت روح جماجمك من البرتغال. مرجعين 26 بس ما مرجعين. قول له روح جيب جماجمك من البرتغال وتدفنهم اذا كنت رجال. تدري ان المتحف البرتغال هذا اللي مبرمجينكم عنه، هذا الموجودين كانوا على الايبولا. اذا دخلت قبل لا تدخل المتحف بتحصل مرضى الايبولا على الايام الزمانات. يلي كان يبيعهم ما عنده علاقه. تدري المصيبه ان في المتحف الفرنسي اللي ماسك الباب شي يدفع التذاكر هو جزائري. لا ما هو جزائري، كذاب يا ابوي. انا رايح استغفر الله العظيم. انت علم مباشر. اعطيني دليل انه جزائري كذا يا ابوي على اساس كلمني فرنسي. اعطيني دليل انه جزائري.
دليل انت اذا انت مو موجود ذاك اليوم بالبث فانزل تحت، لاني ما فيني احلف لك يمين طب صوره، هاو صوره يا اخي، صور انت. برجع لك لفرنسا عشان اصورها مره ثانيه. ارجع مو لك قلت لك فرنسا. ارجع لفرنسا يعني، وثق انت اذا تروح الدوله وثق ورينا. اوثق الرجال الحين، انا فاتح بث ولا اوثق الرجال؟ تعال لو سمحت اصورك عشان عرب اتاك يتاكد صح. طب جاسم ليش الحين اذا انت رحت المتحف؟ لا ما رحت المتحف. وكيف تدافع؟ كيف عرفت انه مو بجزائري؟ كيف تدافع عن الباطل؟ كيف تدافع عن الباطل؟ كيف تدافع عن الباطل؟ ما يشتغلون فيها الاشياء. اذا انت ما رحت المكان مفروضا اي شيء انا قايل لك اياه تصدقه. طب انا سبب يقول لك شيء، يعني انا عندي جماجم عشان شيء لازم تعرف انه مو متبع. اذا انا اقول لك يا عرب اتاك روح جيب جمجمه جدك من المتحف وادفنه، مو مسبه. مدفون جدي، انا جدي مدفون تمام. بس كمثال ليش تزعل اذا تقول يغلطون على جدي؟ يعني شهداء الجزائر كلهم يغلطون عليهم. بس هذه مو مسبه. فرنسا هي اللي سبت، فرنسا هي اللي غلطت، فرنسا هي اللي حطت. انا شفت بودودهم يسبون الميتين، شفتهم كم مره يسبون ويقذفون في الموتى. وش يقولون؟ بالله عليك عطني مصطلح يقولونه، عطني مصطلح. ايش يقولون؟ الله يلعن الشهداء مثلا. ما في حد يقدر يقول الله يلعنهم، والله يلعن شهدائكم، والله يلعن ما ادري شنو. شفتهم كم مره جسم. لا تحاول تغطي الشمس بالغربة. لا مثلا انت تذكر انا ما اغطي بس انا ودي اعرف مساله الشهداء. شوف جاسم ابي اقول لك شيء نصيحه لك. شوف انا عندي اصدقائي اماراتيين، اصدقائي سعوديين، يعني اعرف كثير خليجيين اعرفهم. المهم تبي تناقش في موضوع، جيب ناس استمع الجهتين، اعطي الواحد 3 دقائق والاخر 3 دقائق. انا معطينك يكون حوار عشان عشان يكون حوار يعني منتظم. انا معطيك. ما تروح تجيب لي واحد يتكلم لي كلام شوارع يقول لك ما ادري شو عندكم. انا ودي حد اللي يطلعون من الجزائر يتكلمون كلام شوارع، يسبون يقلبون. بس بقول لك انت كمان مره اشوفك ذاك اليوم جايب وحده بحرينيه قاعد تسب ذاك اليوم بحرينيه، قلت لك كرغولي ما كرغولي. اتوقع اللي قبل انت الحين هاي النفاق الاجتماعي ما احبه. ليش هي سبت؟ ليش سبت؟ بس بقول لك شيء جاسم بس تمام. بس سؤال، انت دام سمعت البحرينيه ذي ليش سبت؟ بس بقول لك شيء كمان ليش سبت. بس ليش سبت؟ جاوب وقول لي. بس جاوب. بجاوبك يعني ليش سبت هاي؟ ممكن بس جواب يا رحم الله والديك. جواب ليش سبت؟ بس اسمعني بس خلاص يا حول الله كلهم برمجه. اجاوبك يا اخي ليش برمجه؟ اي واحد يتكلم وياك نقص تقولها برمجه. ليش سبت؟ ممكن واحد جزائري سبت. بس بقول لك لا مو ممكن. انت كنت موجود وتقول ممكن. لا شفتها انا ما شفت حد. انا ممكن ما حضرت البث كامل. خلاص هاي انت ولا حد من الجزائريين يطلع ويقول انا سمعت جزائري يسب. كلكم تسمعون بس الجهات الثانيه. انا كل اللي يطلعون عندي في البثوث الا 3% و4 والبقيه كلهم يسبون يقذفون. بس بقول لك جاسم بس تقول لي كمان هذول اللي يسبون انت شفتك تعطيهم مجال. هذول مثل ما اعطيت انت منحاز لان الاول انا منحاز لمنطقه واحده، منحاز على جهه واحده، فهمت؟ ما تحب تسمع يعني اي شيء نقول لك اياه ما يعجبك. يعني انا ودي اتكلم تقعد ما ادري شنو. اذا ودك كلمني باحترام. انا موضوعي اليوم تدري شو؟ موضوعي القفطان وموضوعي الزليج وموضوعي الطاجين. يا ابوي هذا حتى موسيقى راي تغنى باللهجه الجزائريه ارادوا انهم يسرقونها ويحطونها في اليوم. الحين انت حتى الجزائر تدخلت وصلنا لا الموسيقى وما موسيقى. احنا نعرف بين المغرب والجزائر تستمعون نفس الاغاني، ونعرف ان الاغاني الجزائريه موسيقى الراي ليست يعني احنا نعرف الشاب حسني ونعرف خالد ونعرف العقيل ونعرف الاشياء هذه، واحنا كل واحد يعرف اصلا ما لنا. طب بسالك امريكا يقول لك ليش سرق موسيقتي ما ادري. انا اتكلم عن الطاجين الحين. انت بالنسبه لك الطاجين وش وضعه؟ ليش تقولون ان الطاجين جزائري؟ ما ادري انا الطاجين كل واحد ايش يقول. واحد يقول جزائري. انت وش تقول؟ انت وش كسكسي زي الكسكسي. في ناس يقول لك جزائري، واحد يقول لك تونسي. انت وش تقول؟ طاجين ما لي دخل فيها انا ما ادري. رايك انت وش تقول؟ طاجين ما ادري عنها انا. ما ادري ما اعرف عنها. كيف ما تدري؟ والله ما ادري. انا قاعد احلف لك ما تاكل طاجين. والله ما اكلها. في الغرب الجزائري احنا ما ناكلها. وش تاكل؟ ما ناكله احنا سكران من سدح في الدروج. انا من وهران ما ناكل طاجين. ما وش تاكل؟ عطني الاكلات اللي عندكم الحين. والقفطان وش رايك؟ قفطان جزائري. كيف جزائري؟ من وين جاك؟ من زمان موجود في الجزائر. اي زمان؟ عن زمان تتكلم. متى تاريخه؟ من عهد الاندلس اتوقع. الله اعلم. من عهد استغفر الله العظيم. من عهد الاندلس.
يعني في ناس كيف دخل الجزائر؟ جابوا كثير معاهم، جابوا منو جاب المغرب، الاندلس؟ منو جاب الجزائر. الاندلس؟ منو جاب الاندلس؟ طارق بن زياد ساير في فتحه، طارق بن زياد جزائري. الحين طارق بن زياد راح من طنجة للاندلس، حط طب بقول لك شيء جاسم، تبي حقيقه، تبي معلومات؟ انا ودي معلومات عن كلام. القفطان. انت بالنسبه لك القفطان مين دخل؟ انا ودي اياك تناقشني مثل ما ناقشك الحين. في ناس كانوا في الاندلس لما رجعوا منو الناس؟ العربي. منو الناس؟ شعوب المغرب العربي. منو اي دوله؟ ترى في دول نحن نعرف منو فتح الاندلس، ونعرف منو كيف حاربوا الاسبان، كيف حاربوا البرتغال، وكيف انهزموا في معركه نابليون بونابرت. نعرف الاشياء. انا اتكلمك يوم اكلمك تراني صادق، ما اكلمك عن الهوى بس. انا اعرف المعارك اللي مرت من مكان لمكان لين وصلوا لنابليون بونابرت. وهاي السالفه تكررت حتى في كاس العالم، سبحان الله العظيم، يوم المنتخب المغربي هزم البرتغال وهزم اسبانيا وخسر امام فرنسا. سبحان الله التاريخ عاد نفسه. لكذي كانوا الاسبانيين زعلانين. فانت من وين جاك القفطان؟ كيف تعرف ان القفطان جزائري؟ القفطان جزائري. اوكي، جابوه معهم الجزائريين زمان من الاندلس. وش كانوا يسوون الجزائريين في الاندلس؟ ما ادري، في ناس معناته مغربي، لان المغاربه لا ما هو مغربي. طارق بن زياد مغربي. لا، من طنجة، من خنشلة. لا سال، شوف، حتى راح رئيس مالتنا في اسبانيا البرتغال وسلموا مفتاح حق الاخر، نسيت اسمه، شوف موجود على اليوتيوب. لحظه انت تقول لي انه من طنجة، لا تجي انت تقول لا تقلب الموضوع. الاندلس صح؟ ايه. منو سكان الاندلس؟ سكان الاندلس منو؟ سكان الاندلس كان فيهم كثير، كان فيهم من الجزيره العربيه. لا معظم سكان الاندلس لليوم، من التاريخ لليوم، معظمهم منو؟ فيهم مغاربه كمان، ايه ما انكر ذلك. معظم ما اقول فيهم انا، بس بقول لك المعظم الحبيب، لو سمحت جاوبني لو سمحت. حتى من الجزيره العربيه كمان يا اخي معظم، انت تستحي انك تقول المغرب ولا ليش؟ شو ما سالفتك؟ ما استحي ولا شيء، قلت لك فيهم مغاربه، ما نكرت انا. زين، اذا معظم السكان مغاربه، من وين جاهم القفطان؟ يا عمي ذاك اليوم اشوف الاسبان هذوك اللي تقول لي عندهم انتم معظمهم مغاربه، وين جاهم يلبسون عقال. تراني اعرف من وين القفطان على فكره، انا اعرف التاريخ، بس الحين انا ماخذك على قد عقلك. الحين ودي اياك تعطني انت، تعلمني في الموضوع. اذا الاندلسيين، اذا هذا اللي جاب لكم القفطان جاب لكم اياه من الاندلس صح؟ الاندلس من وين جاه القفطان؟ من جاه القفطان؟ هي الناس راحوا هونيك، هاجروا صمموا هونيك، ولما رجعوا جابوه معهم. كيف هاجروا؟ وين جابوه؟ من وين؟ جابوه من الاندلس. جابوه يا اخي الاندلس لحالها من وين جاها؟ الاندلس لحالها من وين جاها القفطان؟ الاندلس لحالها من وين جاها القفطان؟ مثلا انت يا بقول لك، لان الاندلس اختلطوا عليها الحضارات، فاهمني كيف؟ كل واحد من وين جاء. القفطان من وين جابونه؟ صمموه ورجعوه لبلدهم. ممكن صمموه هونيك ورجعوه معها لبلدهم. انت ممكن ولا متاكد؟ انا الحين ودي اياك تعطني رايك، لا تقول لي ممكن. انا اعرف الاكيد، هذا انا اعرفه، بس انا ودي اياك انت تقول لي الصراحه. قلت لك ممكن صمموه هونيك وجابها. خله ممكن. كيف انت تتكلم ممكن وانت واثق؟ انا ما ودي ممكن، انا ودي جواب صريح. وشو جواب صريح يعني؟ كيف جواب الاندلس من وين دخلهم القفطان؟ كيف من وين دخلهم؟ قلت لك صمموه هونيك ورجعوا معهم البلد. ما صمموه، اذا صمموه معناته مغاربه. لا ما هم مغاربه، كانوا فيهم كثير، كان في جاليه من الجزيره العربيه، جزائريين من تونس، من كل الجهات. كيف يعني لحظه شوي راجع لك، لحظه شوي خليك وياي. اضحكوا يا الصنقوليين، تضحكون في التعليقات. يا مملكه ليوطي. أنا جمهوريتي أسسها الأمير عبد القادر، ما أسسها جنرال ليوطي فرنسي.